انا بقول ان نادي الزمالك مرشح جديا مرشح لحصد على الاقل 3 بطولات. اسعد مره او اسعد واحد بالقرعه اللي تمت، وانه النادي الاهلي معانا في البتاع. صبري رحيل وقع للاهلي. من ابناء نادي صبري رحيل وقع للاهلي. اساليه. طيب مجلس الاداره يا بنتي انا ما جاليش حاجه تقول انه وقع ولا ما وقعش. هيتم التجديد لصبري رحيل. هيتم تجديد ل3 لعيبه عندنا. مين؟ مش هقول لك. انا بقول انه نادي الزمالك لقى ضلته اخيرا في هذا المدرب، ويجب ان هذا المدرب تتوفر له الامكانيات، كل الامكانيات، سواء الامكانيات البشريه والفنيه او سواء بالتالي الامكانيات الماديه، علشان انتوا عارفين ان الكوره مشروع اقتصادي لابد ان احنا نتعامل معه. وانا بحترم هذا الرجل وبحبه وبختلف معاه كتير كمان يعني. بس فييرا مش من حق ان انا اجدد له او اعمل له، يجي واحد ورايا يمشيه. هو رفض ان هو يجدد. طيب نعم هو رفض ان هو يجدد لنادي الزمالك. انا ما اعرفش، اساليه. جماهير نادي الزمالك اللي حضرتك دايما انا مش هجدد له طالما انا مش موجود. في ماده اسمها ماده 48 دي من اللوائح تنطبق من القانون ان من حق اي مجلس اداره قاعد في النادي يستمر لحين انعقاد الجمعيه العموميه لحين اجراء الانتخابات. احنا مش بنتكلم عن الانتخابات، احنا مجلس كل الناس عارفه ان احنا اكتر مجلس اتظلم في الدوره دي، قعد سنه و4 شهور بره، ومع ذلك ولا واحد من مجلس اداره او سواء رئيس النادي اتكلم ولا عارض مع اي حكم، سواء كان ايام وزاره الرياضه سابقا مع المهندس حسن صار او المحكمه من مجلس الدوله. لكن النهارده لازم نبص للامور بحريه شويه وبشفافيه. النهارده سياده الوزير قال الحريه والشفافيه والحياد، ده كلام حلو قوي. النهارده لو ماده 48 دي هتعمل تغيير في الرياضه على مستوى الانديه كلها، فانا اول واحد هكون معاه. لكن لما يكون الماده اكتر واحد مضرور فيها هو نادي الزمالك، يبقى في حاجه غلط. ان في خطه تآمريه ضد نادي الزمالك. مش عاوز اكد ومش عاوز انفي، لكن الشواهد بتقول كده. كل الاشخاص بما فيهم الاستاذ مرتضى منصور رئيس سابق لنادي الزمالك وهو زملكاوي، ولا يقبل المساس بمستقبل نادي الزمالك. والكلام ده انا بقوله ان النهارده كلنا زملكاويه، سواء في المجلس او المعارضه، كلنا في خندق واحد، كلنا دفاعا عن كيان نادي الزمالك. حاله ان هو الكابتن عمرو فاروق اصر على ان يتم تشكيل لجنه مؤقته، موقف كويس. لكل حدث حديث. يتم مقاضاته. نعم يتم مقاضاته. طبعا 100% هنسلك الطرق القانونيه.